بعد حبيبتي ويا روحي بقى فين فردة الشراب يا ست هانم؟ لو انت الصادقه من بعد حبيبي وقلبي بقى فين المصروف يا بيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الستات المنافسنا وعلى كل الرجاله من نفسنا، وربنا يجعل حياتكم كلها سعادة ولا يجعلها أبدا يا رب سادة، ويجعل فرجتكم علينا أحلى عادة، ويا رب دايما المشتركين واللايكات في الزيادة. يا رب دايما المشتركين واللايكات في الزياده إن شاء الله يا رب. بالمناسبه ديت يعني بمناسبه ان انت فتحت تنزل. الفيديو علينا، تنزل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر نحس ان احنا يعني بنعمل حاجه بتبسطكم وبتساعدكم. فالنهارده برضو حلقه جديده من الفوازير. حل الفزوره اللي فاتت كانت ايه؟ نيلي وشريهان، مسلسل نيلي وشريهان. نيلي وشريهان، مظبوط. الفيديو بتاع النهارده او الفزوره بتاعت النهارده مسلسل ميزته ان هو مسلسل معاصر وقديم ومعاصر في نفس القصه نفسها. هو مش قديم، هو من 3 أجزاء على فكرة. انا ما بتكلمش، انا بتكلم على الفكره نفسها، انا ماليش دعوه بالمسلسل قديم ان هو حياتنا العاديه، بيمثل حياه اي مصري، مصري في البيت المصري، اي بيت مصري أيوة. لما بيبقى عنده بنات وعلى وش جواز بيحصل ايه وكده. واحنا شفنا افلام بتناقش القصه دي، شفنا ام العروسه وشفنا الحفيد وشفنا حاجات كتير في دي افلام. شفنا المسلسل، شفنا الافلام ديت وشفناها في مسلسلات ما كانتش سلطت الضوء على الموضوع ده قوي، بس يعني كانت بتلمس من بعيد. ده اللي ركز على الموضوع. فسر اكتر. افسر اكتر. البطل بتاعه من كتر حلاوه المسلسل دي اللي انا افتكرتها، يعني من كتر حلاوه المسلسل كان في بنت يتيمه، امها طلبت البطل اللي هو اللي كان طالع في المسلسل ان هو يجي يعمل اللي هو ولي امرها في الفرح، وفعلا جاء ولبى الدعوه وجاء، وكانت حاجه حلوه جدا، رغم ان طبعا اساسا احنا شعب منتقد يعني هي كانت عايزاه يعني ايه مكان ابو العروسه. فابتدى فهو جه وعمل يعني جه الراجل بصراحه لبى الدعوه وجه وقام بالواجب والزياده كمان يعني. يبقى المسلسل ايه؟